السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى كان عيد ميلاد ابني، وبصراحة كنت تعبانة ومكسلة انزل اجيب اي حاجة، فقلت ادور كده في التلاجة او في الفريزر حاجة ان انا اعمل له بيها افرحه بيها. طبعا انا بحب اجيب احتفظ العيش السوري ده كده واحطه واطبقه زي ما انتم شايفين كل رغيف لوحده، عشان لما اجي اسحب منهم برغيف برغيف ما يبقاش ايه ماسك في بعضه. انتوا عارفين ان الكيسة بتيجي كلها على بعض 10 رغيفة كده ماسكين في بعض، فهسيبهم كده على جنب على يفكوا بقى براحتهم كده شوية. ومعايا بقى شوية فلفل كده معايا اللي كان متاح عندي، فلفل احمر واصفر وقرن صغنطوط كده من الاخضر، وكام قطعه بانيه كده مش عارفه بصراحه هما هما داخلين يعني في حدود نص كيلو او اقل حاجه بسيطه يعني. هبتدي اجهز التتبيله بتاعتي الاول، والاول نقول بقى دعاء الاستفتاح بتاعنا، وهكتب لكم كل التتبيله بتاعتي والمكونات بتاعتي على الشاشه تبقى سهله عليكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل اعمالنا صالحه خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منها شيء ولا الشيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولو أول مرة تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لأهلك وأصحابك وحبايبك، وتعليقك الجميل بيسعدني. ويلا بينا عشان نبتدي نشوف وصفتنا النهارده. جهزت بقى التتبيله بتاعتي كلها كده وابتدي اضربها كويس جدا. طبعا التتبيله دي على حسب رغبتك، يعني انا بالنسبه لي بتبلها كده. انت لو بتحبي توابل تانية ضيفيها، عايزه تشيلي حاجه شيلها زي ما انت عايزه. ومعايا كمان عصير ليمون، انا معلش ما كتبتها لكمش في الايه، في اللي كان مكتوب على الشاشه. هبتدي وكمان التتبيله دي على حسب كميه الفراخ، يعني دول في حدود نص كيلو، انت ممكن لو كميه اكبر هتزودي التوابل وتزودي الزبادي، لو اقل هتقللي الكميه معاكي. هبتدي بقى اقطع الفراخ بتاعتي قطع صغيره خالص كده زي الشاورما كده، ورفيعه خالص معاكي. لو هي جاهزه متقطعه معاكي خير وبركه، مش متقطعه بتيجي قطعيها رفيع خالص معانا عشان نبتدي نتبلها ايه تخش في قلب التتبيله بتاعتنا. طبعا كل ما تبقى قطعها صغنطوطه كل ما تبقى اسهل معاكي ايه في عمل السندوتشات بتاعتنا. هبتدي اجهز الفراخ بتاعتي قطع كده صغيره كده، وابتدي احطها في التتبيله بتاعتي مباشره على طول. طبعا هو مش شرط عندنا ان انا اعمل حلويات، ان انا اعمل تورته او اي حاجه المتاح عندك، وتقدري تفرحي بابنك باي حاجه، او بنتك الحاجه اللي بتحبها تقدري تعمليها هتفرح بيها برضه. عملنا انا برضه على شكل حلو برضه جميل، شكل تورتايه وكان لذيذ جدا وفرح بيه. ابتديت كده جهزت كل الفراخ بتاعتي قطع رفيعه زي ما انتم شايفين بالمنظر دوت. هبتدي اقلب بقى الفراخ بتاعتي كده عشان تتشرب من التتبيله بتاعتي. طبعا ريحتها جميله قوي التتبيله دي، تقدري تعملي كمان التتبيله دي للمشاوي، للبانيه، لاي حاجه تعتمديها عندك بتبقى لذيذه جدا. الزبادي دي بتدي طراوه كده للفراخ وتخليها جميله جدا معانا. زي ما انتم شايفين قلبتها كده، هبتدي احطها على جنب لحد ما نبتدي نقطع ايه الخضار بتاعنا. طبعا لازم يبقى يكون عندك بالبلانشه بتاعتك للفراخ او للحوم لوحدها وللخضار لوحده. يا ريت تفصلي كل حاجه لوحدها، حاجه تبقى صحيه لينا عشان اولادنا كمان يعني. هبتدي كده جهزت نضفت الفلفل بتاعي، وابتدي اقطعه قطع كده جوليان رفيع كده معايا. هبتدي قطعت كده الخضار زي ما انتم شايفين، انا حبيت بس اوريكم شكل الخضار متقطع ازاي معايا عشان مش عايزاه يكون قطع ايه كبيره معانا. ابتديت جهزت كله كده معايا، وهجيب كمان فصين توم كبار واقول لكم هنحطهم امتى. جبت بقى الوك بتاعتي او الحله بتاعتي وحطها على النار لحد ما تسخن كويس جدا جدا. عايزاه كده الفراخ تعمل تش معانا، حطيت كده معلقتين زيت كمان، وحطيت جزء بس من الفراخ بتاعتي عشان مش عايزه الفراخ تنزل كلها مره واحده فتنزل السوائل بتاعتها. انا عايزاها تبقى جوسي كده جميله طريه من جوه كده ومتحمره من بره. نزلت جزء وجزء من الفراخ زي ما انتم شايفين، اول ما بنزلها بتغير لونها على طول لان الوك بتاعتي ايه سخنه معايا. بعد ما شوحتها خلاص اتاكدت غطيتها لحد ما استوت، ونزلت عليها بالبصل بتاعي الاول. نزلت بقى بالبصل اديته تقليبه كده بسيطه كده، واسيبه لمده دقيقه او دقيقتين كده زي ما انتوا عايزين. طبعا انا دقتها الفراخ لقيتها محتاجه رشه ملح كمان، فاديتها رشه ملح تاني. طبعا الفلفل لسه موجود، قطعت الايه الثوم بتاعي قطع صغنطوطه خالص كده. عايزه تبشريه زي ما انت عايزه، لو عندك مفروم اللي موجود عندك واللي انت بتحبيه اعمليه. قطعته قطع صغنطوطه خالص كده. الثوم بتاعي بيدي نكهه كده وتكه، بس اقول لك حطيه في انهي وقت بالظبط. هبتدي كده جهزت الثوم بتاعي والفلفل طبعا بتاعي جاهز كده، يا دوبك ايه البصل بياخد تشويحه معايا، خد يا دوبك دقيقه كده. وانت جايه منزله الثوم كمان ريحته بقى تطلع كده، بس ريحته يا دوبك تطلع، وانزل بالفلفل بتاعي كده. طبعا الفراخ بتاعتي كده استوت والبصل بتاعي اتدبل معايا، ادي تقليبه كمان للفلفل لدقيقه كمان بالظبط. انا بحب الخضار بتاعي يبقى فيه قرمشه بسيطه خالص كده مع الشاورما زي بالظبط الجاهزه، عشان تحسي بطعمها جميل. ولسه هنحطها كمان هقول لك هنعمل ايه. حطيت بقى قطعه فحم كده عشان تدي ريحه المشاوي، وكان عندي حبه جبنه رشيت رشه بسيطه خالص منهم كده، والرشه التانيه هنعمل بيها ايه. طبعا الصوص الرهيب بتاعي ده اللي انا عملته قبل كده معاكم، صوص المطاعم، حاجه كده بجد من الاخر وموفره جدا جدا.
طبعًا أنا عاملة الصوص ده معاكم وعاملة التومية، بس مش عارفة الفيديو بتاعهم هيكون نزل قبل الفيديو دوّة والّا بعديه، بس بجد وصفة رائعة جدًا واقتصادية جدًا فوق ما تتخيلوا، وحاجة موفّرة جدًا، جدًا من غير أي حاجة، وطعمها رهيب زيها زي المطاعم بالضبط الصوص ده. جبت بقى العيش بتاعي كده وفتحته زي ما أنتم شايفين، حتى لو كان مقطوع زي ما كان مقطوع معايا، لمّا فتحته وهو متجمد اتقطع، فمش هتفرق معانا هنعرف برضه نتصرّف فيه. حطيت كده شوية الشاورما وحطيت أول شوية من الصوص، طبعًا الحمد لله رب العالمين النور قطع عليَّ وأنا شغالة، بس أنا مكملة معاكم يعني. حطيت بقى شوية تومية، شوية من الصوص، خيار المخلل بيدّي نكهة فظيعة في قلب سندوتشات الشاورما، يا جماعة بجد ما تستغنوش عنه. أنا باحب أعمل خيار المخلل برضه، هانزّل لكم الوصفة إن شاء الله. بجد وصفة الخيار دي رهيبة، كل اللي كان ييجي يدوق عندي يبقى عايز يعرف الخيار ده بيتعمل إزاي. خلصت الساندوتش زي ما أنتم شايفينه وقفّلته بمسحة من الزبدة عشان يتماسك معايا. طبعًا معلش أنا آسفة الإضاءة اتغيّرت زي ما قُلت لكم لإن النور كان مقطوع. حطيت الصوص بتاعي وحطيت شوية من الشاورما الجميلة بقى ريحتها تحفة مكان زي المشوية بالضبط كده، ونزلت كمان عليها بحبة التومية، وعلى فكرة أنتِ مش شرط تحطي تومية وتحطي الصوص. أنا في الآخر بعد كده قلبت التومية على الصوص عشان تكبر كده كمية عشان تكفي، وحطيتهم على بعضهم واستخدمهم في الآخر، ولفيت الساندوتش وحطيت الخيار طبعًا بتاعي، وقفلته كده بمعلقة كده مسحة من الزبدة عشان بس العيش يمسك معايا. هابتدي أكمّل الكمية كلّها وأقول لكم هنعمل إيه دلوقتي. بعد ما جهّزت الساندوتشات بتاعتي كلّها، بامسك الساندوتش وأقسمه من النُص نُصّين بالضبط معايا. جايبة بقى صينية معايا ومبطّناها بورق زبدة ومدّيها مسحة زبدة من تحت، وابتدي أوقّف الساندوتشات بتاعتي بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا الناحية اللي مقفولة بمسحة الزبدة أو السمنة أو الزيت من ناحية الصينية من برّه عشان تمسك وتدّيكِ تحميرة جميلة. رصيت كده كل الساندوتشات بتاعتي كده في المنظر الصينية بتاعتي أو القالب أو أي حاجة موجودة عندِك على الشكل اللي أنتِ بتحبيه. آخر حاجة بقى قُمت جايبة بقى المعلقة بتاعة الموتزاريلا اللي في الآخر رشّة اديتها رشّة كده ورشّة فلفل وحطيتها في الفرن بتاعي مع تشغيل الشواية لمدة 5 دقايق لحد ما ساحت الجبنة وقرمشت معايا بالمنظر الجميل ده زي ما أنتم شايفين. ريحتها كانت طالعة قالبة الدنيا بقى ومسمّعة كده الجيران، كانت فظيعة جدًا وكانت جميلة جدًا. بعد ما خلصت معايا كده جبت بقى شريط الستانة بتاعتي وربطتها ربطة جميلة كده زي الفيانكو بالضبط، تورتاية يا جماعة، تورتة والله. ضربنا 2 في 1. عملنا التورتايه بس عملناها حادق معانا بقى للناس اللي مش بتحب الحلويات، تقدر تعملها بالطريقه دي. ربطتها بالمنظر ده وجبت بقى الشمعات بتاعتي وحطيتها له فيها، وكل سنه وهو طيب ربنا يخليه ليا هو اخواته، وكل سنه واولادكم كلهم طيبين وربنا ما يحرمكم منهم، ودايما تحبوا تفرحوهم باي حاجه حتى لو بسيطه. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ولو عجبك بقى ما تنسينيش في اللايك وشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليق جميل بيسعدني، ومستنيه تعليقاتكم وتطبيقاتكم الجميله اللي بتسعدني بجد. واشوفكم في فيديوهات تانية. استودعكم الله الذي لا تضيع امانته في رعايه الله وحفظه حبايبي، مع السلامه.